إيجابي، هدف مقابل هدف. هو في الحقيقة نتيجة لا تساعد فريق مولودية الجزائر في أعلى الترتيب، وأيضا مغلقة تبقى لفريق شبيبة القبائل الذي يبقى دائما في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين فقط على مولودية بجاية، وبفارق نقطتين على شباب باتنا المتقدم دائما على شبيبة القبائل. كانت 3 نقاط أصبحت نقطتين الآن. وذكر بهدفي المباراة فريق مولودية الجزائر تمكن من افتتاح النتيجة مخالفة مباشرة. وليد الدراجة بامتياز يسجل هدف. سنعود لهذا الهدف بعد قليل مع نجم الحراس كابتن نصر الدين دريد حتى يبين لنا هل يتحمل عسلة ممكن هذا الهدف. ثم سنشاهد هدف التعادل بطريقة سهلة جدا بالعويدات، اللاعب الذي سجل الهدف الوحيد في مباراة النجم الكونغولي في كأس الاتحاد الافريقي يتمكن من تسجيل هدف في دقيقة 80. نرجع نجم استوديو هذه المرة مع كابتن جمال الدين، باعتبار كابتن جمال الدين حتى تكون الأمور واضحة على مسؤوليته الخاصة. قال أن هناك شكوك كبيرة جدا في هذه المباراة، شكوك أن هذه المباراة كانت فيها شبه مفاهمة بين فريق شبيبة القبائل والمولودية من أجل نهاية مباراة عن نتيجة التعادل. قال 0-0 1-1. قال حتى قبل الاستوديو نتيجة تؤكد أعتقد شكوك كابتن جمال. طبعا يعني ولو انه دائما شكوك على مسؤوليتك، لانه لا نتحمل اي مسؤوليه باعتبار ليس هناك اي دليل على ما يقال او ما قيل من قبل كابتن جمال الدين راجدي. هيكل انا حزين كي تكلمت على الظاهره هذه اللي كاينه في البطوله الجزائريه، رغم الانسان ما عندوش الادله، ولكن تبقى شكوك. شكوك. وهذه الشكوك تاكدت طبعا اليوم، تاكدت. كانت اشاعات كبيره في العاصمه على المقابله هذه، بان المقابله تنتهي بالتعادل. اليوم المقابله تنتهي بالتعادل، وانت عارف باللي مولودية الجزائر كانت عندها رغبه يعني باش تكون عندها يعني 3 نقاط، يعني من المفروض تلعب باش خاصة بهزيمة وفاق الصيف من بالوزداد المسير به. ونفس الشيء لشباب القبائل اللي كان المفروض تكون عندها ثقة تفوز، تكون عندها. يعني هذا ما يأكد ان الاشاعات هذوك يعني كان عندهم يعني كان مصدر يعني حقيقي. وهي النتيجة. وكي تشوف يعني الهدف اللي تسجل على مولودية الجزائر هو دليل على السهوله اللي دخل بها، يعني يلعب بها في بالعويدات كيف في سنعود بعد قليل الهدف مع كابتن جمال، سنعود لهدفي هذه المباراه. ولكن اعتقد كابتن نصر الدين ان ربع ساعه الاخيره تقريبا لخصت المباراه. 75 دقيقه كانت شبه ممله، نسق بطيء. ربع ساعه اخيره سبحان الله بعد الهدف تغيرت المعطيات وارتفع النسق بدرجه غير عاديه. كان نفس السيناريو في الشوط